كوكو في السلام عليكم، صباح الخير. كنقول لكم صباح الخير حيت الصباح هذا نسيت البارح ما قلتش لكم انا فاش كندير الشباكيه راه كنخليها تبات ليله كامله. دوكو يا صابتها في الصباح كنقليها في العشيه، يعني سايسه من 11 الصباح كنقليها 6 العشيه، او لا شبكتها بالليل كنطيبها في الصباح بكري. الوغ هنا الهدف من هذا اني كنخليها باش كتولي لنا قاصحه هكا. كيف كتشوفوا كتجمع كتجي هكا مجموعه، ما فاش كنجي نرميها في السيس ما كتشتت ليا، ما كتعوج ما حتى شي حاجه، كتكرم على بعضياتها. كيف كتشوفوا هنا كنجي هنايا كنلوحها كامله، كنجمع كلها وكنلوحها في الحمام ديال الزيت بحال هكا على نار مهيله. في الاول كتكون النار مجهده، وفاش اون فوا كنلوح كنخليها على النار فريمون ما بين مهيله، ويعني من الاحسن تكون مهيله. علاش؟ باش تحمر لينا كلها بلون واحد وما كتبقاش معجنه من الداخل، يعني ما كتبقاش خضراء، كتطيب لينا كلها في دقه واحده. من بعد ما كنحسوا بها راه تحمرات اللون اللي بغينا، كاين اللي كيبغي محمره بزاف، كاين اللي شويه، المهم على حسب وانتم شنو بغيتيو. كنجيو كنلوحوها في واحد يعني كوكوط كنديرو فيها العسل، سواء اللي صايبتو او اللي شريتو، وكنضيفوا عليه شويه الزهر باش كيتقال لينا شويه، وكنصفيوها بهذه كل واحد كيفاش عنده، وكنصفيوها كنخليها مزيان واحد 5 دقائق بين ما شربت العسل مزيان مزيان مزيان. عاد كنجيو كنديروها في واحد الكسكاس اللي هو هذا، كنديروها فيه وكنخليوها تسقط على خاطرها تشرب العسل مزيان بحال هكا. كنجيو نهزوها من العسل مزيان وكنحطوها في الكسكاس. كنجيو هنايا بعد ما كتسقطر مزيان وكنحسوا بها راه شربات العسل، كنجيو هنا في البواطه ولا في السطل اللي بغينا نديروها فيه، كنستفوها كنحاولوا لو ماكسيموم ما نزحموهاش، حيت لا زحمناها وعرفتوا في رمضان وربيعنا وداكشي كتهرس. اللهم نحاول نخليو لو ماكسيموم ديسباس. وكنجيو هنا كناخذوا جلان بعد ما حمرناه مزيان مزيان، وكنجيو كنرشوه، يعني كنبداو نرشو فيها، كنرشو بحال هكا بشويه بشويه بحال هاد الطريقه. وكنعاودو نديرو عاود نبداو نستفو فوق منها عاود ثاني بحال هكا، كل وحده فوق وحده. الحاجه اللي بغيت ناكد عليها، واحد لاستيس اللي بغيت نشاركها معكم، انني فاش كندير مثلا 2 ولا حتى 3 طبقات كنغطي بواحد البلاستيكه رقيقه بحال هذه، كنغطي بها. علاش؟ باش هذاك العسل اللي كيطيح هي كتشربو، كل طبقه كتشرب العسل ديالها، ماشي كنبقى ندير وحده فوق وحده فوق وحده وداك العسل كيبقى كيهبط. فاك ما كتجي حتى لاخر رمضان كتلقاي ديك التحتانيه كلها تعجنات والفوقانيه هبط منها العسل. فبالتالي لاستيس الوحيده اللي انا كنجربها شحال من مره وكتصدق ليا، كل 3 طبقات كنفرش بلاستيك بحال هذه رقيقه، كنفرشها فوق منها، وعاد كنبدا ندير عاوتاني 3 طبقات ولا 2 طبقات اخرين، وصافي. هادشي اللي كاين. نتمنى نكون فدتكم بشي حاجه ولو تستفدتوا غير شي شويه. و رمضان مبارك عليكم، الله يدخل لكم الصحه والعافيه وطول العمر. حاجه اخرى كيف ما نسيت باش نوريها لكم، ها هي العسل كتصفيه مزيان وكنحطوه هنايا بهذه الطريقه. حاجه اللي بغيت نقولها لكم، الشوره ما كتهرس ما حتى شي حاجه، يعني الحمد لله كتصدق. الحاجه اللي بغيت نشاركها معكم هي اننا فاش كنقسموا الشباكيه، غناخذوا هذه مثلا، الا جينا قسمناها سامحوني غير باش تخبط لي مثلا، هذه كنقسموها بحال هكا، كتجي معسله من الوسط، شفتوا؟ وكتجي فريمون هشيشه ولذيذه بزاف. فانا كنصحكم تجربوا هاد المقادير، غتجيكم هشيشه ورطبه. شو ما كتجي لا قاصحه لا حتى شي حاجه، وكتجي حتى في المذاق كتجي هائله كيف شفتوا. وبصحتكم وراحتكم، برك على خيركم. هي هنا طريقه ديال زيت. دابا هذه اللي القليه سالات، غتهز دابا من الزيت بحال هكا، وما حدها باقا سخونه كنرميوها في العسل.
وغترميها في العسل. يلا لا يعاونكم.